تخيل حضرتك تبقى مهندس معماري محترم ويطلب منك تصميم متحف لأهم وأقدم حضارة على وجه الأرض، والموقع كمان فين؟ ده جنب أهرامات الجيزة. طبعا أنت مش هتصدق نفسك وهتقول مش معقول، مستحيل. فزميلك اللي مش فاهم حاجة في أي اتجاه يقول لك مفيش حاجة اسمها مستحيل. تقوم تقول له يعني ايه؟ احنا فراعنة، وربنا ادانا قوة وصحة ما اداهاش لأي ناس في العالم كله. يا سلام. في حد في الدنيا بنى هرم؟ لا. احنا بنينا 3 بقوة صحتنا. فتبدأ تسأله طب يا ترى الكونسبت هيبقى إيه؟ هنعمل مثلا المبنى على شكل هرم ولا جعران ولا نعمله على شكل جريان النيل؟ نعم يا اخويا. والمبنى هيبقى مودرن ولا كلاسيك ولا بوست مودرن ميكس حلو كده؟ وايه كمان؟ قول، كلامك حكم. والاهرامات اللي جنبنا دي ما هو مش ممكن المبنى بتاعنا يغطي عليها، ولا نعمله يتكامل معاها، ولا ندفنه تحت الارض خالص زي توسعة متحف اللوفر كده. صحيح، اللي ما شافش حلقة متحف اللوفر يروح يتفرج عليها. تعالى هنا، تروح فين؟ انا اصلا ما عملتش حلقة عن متحف اللوفر لسه. خلينا نكمل. الخلاصة يا عزيزي المحترم ان كل الاسئلة دي هي اللي اي معماري بيسألها لنفسه عند تصميم متحف للحضارة المصرية القديمة، وخصوصا لو موقعه كمان جنب الاهرامات. طب ايه الحكاية؟ وهل المتحف المصري الكبير يستاهل كل الضجة اللي معمولة عليه حاليا؟ وايه اجابة السؤال الازلي؟ مين بطل القصة؟ الاثار ولا المبنى اللي بيحوي الاثار؟ تعالوا سوا نحكي حكاية مبنى المتحف المصري الكبير او The Grand Egyptian Museum في مصر. صلى على النبي. من تسعينيات القرن الماضي ومصر عندها مشكلة في تكدس الآثار في المتحف المصري القديم الموجود في ميدان التحرير، والمشكلة بتزيد وبتكبر مع الأيام، وخاصة مع الاكتشافات المتزايدة واللي ما بتخلصش من الآثار المصرية القديمة. وكان القرار مع بداية الألفية ببناء متحف جديد وضخم يليق بمصر وبالحضارة المصرية القديمة، ويحل مشكلة الآثار المتكدسة ويكون واجهة حضارية عظيمة لمصر. والفكرة دخلت حيز التنفيذ سنة 2002 بتحديد موقع بمساحة تقترب من 500 ألف متر مربع، بيبعد عن الأهرامات حوالي 3 كيلومتر، والإعلان عن مسابقة عالمية شارك فيها أكتر من 1500 مكتب تصميم عالمي من 85 دولة. الخلاصة يا عزيزي المعماري المحترم، علشان تكسب في المشاريع اللي زي دي لازم تعتمد على حاجتين: كونسبت قوي، وفورم أو شكل واحد واضح للمبنى، غير كده ما ياكلش معانا. وكان التصميم الفائز من نصيب مكتب أيرلندي اسمه هينجان بينج، وده اختصار لأسماء الاتنين دول وهم أصحاب المكتب الأيرلندي الفائز. المكتب قدم تصميم ضخم بزوايا هندسية حادة وواجهات حجرية قوية، واعتمد كونسبت المشروع على 3 نقط رئيسية. أولا، الأشعة الممتدة من مراكز الأهرامات الثلاثة إلى موقع المشروع هي اللي بتحدد شكل المبنى، وكأن المعماري بيقول إن تاريخ الحضارة بدأ من الأهرامات وامتد إلى وقتنا الحاضر ليتجسد في صورة المتحف. وهنا نقدر نقول إن المعماري اختار إن المبنى بتاعه يكون جزء مكمل لصورة الأهرامات وجزء من التاريخ. ثانيا، اعتمد في الواجهات على شكل المثلث اللي مأخوذ برضه من شكل الهرم، وحب يأكد على ده بوضع ال3 أهرامات في واجهة المدخل، والهرم الأوسط بيمثل المدخل الرئيسي للمتحف، ويوجد هرم زجاجي في نهاية المبنى بيشير إلى المستقبل. وبكده تكتمل فكرته للخط الزمني اللي بادئ من الماضي مرورا بالحاضر متجها إلى المستقبل. ثالثا، انه استوحى تصميم المسقط الافقي من المعابد المصريه القديمه، واللي كانت بتبدا ببهو واسع وضخم، ثم ممر اضيق الى قاعه اخرى، ثم ممر اخر اضيق حتى الوصول الى اهم نقطه في المعبد وهي قدس الاقداس، رغم ان ده ما حصلش والمدخل زي ما هنشوف بعد كده من جانب المبنى وليس من المحور الرئيسي للمبنى. عموما احنا اصبح عندنا المبنى الجميل ده، واللي بيعتبر حاليا اكبر متحف في العالم لحضارة واحدة، واللي بينقسم الى 3 اجزاء مثلثة الشكل للتأكيد على فكرة المثلثات. الجزء الاول وهو اول ما الزائر بيعدي من البوابة بيلاقي نفسه في بهو ضخم جدا، سقفه عالي والاضاءة ناعمة، وفي النص واقف شامخ تمثال رمسيس الثاني
اللي وزنه حوالي 83 طن، كأنه بيقول لك اتفضل يا حبيبي. الله، مش ده صاحبك اللي مش فاهم حاجة في أي اتجاه؟ إيه اللي جابه تاني هنا؟ وبالمناسبة دي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتكتب رأيك في التعليقات بعد الحلقة ما تخلص، علشان تعرف معايا حكايات أشهر المباني حول العالم. ثم الجزء الثاني وهو المتحف نفسه، واللي بيضم أكتر من 100 ألف قطعة أثرية، واللي بيبدأ الزائر يطلع تدريجيا على درج عظيم من 6 أدوار، وعلى الجانبين تماثيل ونقوش من كل عصور مصر القديمة. والدرج ده مش مجرد وسيلة حركة، لا، هو رحلة زمنية. كل ما تطلع لفوق الزمن بيقرب من الحاضر، ولما بتوصل لأعلى نقطة الأهرامات بتظهر قدامك من خلال فتحة بانورامية كأنها مشهد ختامي لفيلم معماري. ثم قسم كامل لمقتنيات توت عنخ آمون اللي بيحتوي أكتر من 5000 قطعة، كلها ولأول مرة هتتعرض مع بعض في مكان واحد. زائد طبعا إن في كمان مراكز ترميم ومعاهد حفظ بتعتبر هي الأكبر في الشرق الأوسط، ويوجد بها أجهزة متقدمة لتحليل وتثبيت المواد الأثرية. وده جزء مهم جدا من فكرة المتحف، مش بس عرض لكن كمان بحث وصيانة وتعليم. والجزء الثالث واللي بيتكون من قاعات المؤتمرات والواقع الافتراضي والقاعات التعليمية وأماكن للمطاعم والكافيهات ومحلات بيع التذكارات. التصميم جاي على شكل مثلث متكسر الزوايا، واللي تم تحويله إلى شعار للمتحف كأنه امتداد بصري لهضبة الأهرام نفسها. الواجهة معمولة من حجر ألاباستر شبه شفاف بيتغير لونه مع ضوء النهار. الصبح يبان كأنه صخر من جوف الأرض، وبالليل ينور كأنه مصباح بيحكي حكاية التاريخ. الحدائق اللي حوالين المبنى مش محطوطة عشوائي، دي متصممة عشان تمثل وادي النيل القديم بأشجار ونباتات مستوحاة من اللي كانت بتنمو على ضفاف النيل في العصور القديمة. وفي ممشى بيوصل من بوابة الدخول لحد الأهرامات، في تجربة متدرجة زي ما قلنا من الحاضر اللي في المتحف لحد الأبدية اللي بتمثلها الأهرامات. المبنى اتكلف أكتر من مليار دولار. الحكومة المصرية ساهمت بحوالي 10%، وفي حوالي 15% تبرعات ومساهمات من هيئات وجهات عالمية، وحوالي 75% قرض من دولة اليابان. والشركة المنفذة كانت الشركة البلجيكية الفرنسية الشهيرة B6 بالتعاون محليا مع شركة أوراسكوم. والمتحف ده بيستعد لاستقبال حوالي 5 مليون زائر سنويا. لكن زي ما تصميم المتحف نال الكثير من الإشادة، كان هناك أيضا نقد معماري للعديد من النقاط. أول نقطة دي من عندي أنا، فالأشعة اللي خارجة من الأهرامات الثلاثة واللي بترسم شكل المتحف في المسقط الأفقي لازم يتم مدهم على استقامتهم لحد ما يتلاقوا في النقطة دي. وهنا أرجو بناء هرم زجاجي ضخم عند النقطة دي ليمثل المستقبل ويضاد أهرامات الجيزة الحجرية، فيكمل الكونسبت الأصلي للمشروع. لأن بدون الإضافة دي فالأشعة هتكون بتتلاقى في نقطة ميتة، والمشروع هتحس إنه ناقص وغير مكتمل، ودي وجهة نظري التي لا قيمة لها على الإطلاق. من نقاط النقد التانية زي ما ذكر موقع The Architectural Review سنة 2019 في مقال بعنوان Between Modernity and Myth، قال إن المتحف حاول يكون حديث وقديم في نفس الوقت، يعني واجهة شبه الأهرامات بس بزجاج وكسوات حجر حديثة. نقاد كتير قالوا المبنى واقع في النص، لا هو معاصر خالص ولا هو قديم خالص. الرموز الهيروغليفية موجودة بس من غير روح، مجرد شكل مثلثات من غير المعنى الروحي أو العميق للشكل الهرمي أو المثلث، وإنه تعامل مع كونسبت الأهرامات بسطحية شديدة. أيضا موقع Journal of Museum Architecture سنة 2022 انتقد المسارات الطويلة والممرات العريضة والاتجاهات اللي ساعات مش واضحة، الزائر بيمشي مش عارف هو رايح يشوف آثار ولا يدور على مخرج الطوارئ. بالظبط الموقع قال كده. نقاد المتاحف وصفوه إنه استعراض هندسي، الناس بتنبهر بالبهو بس بتتوه قبل ما تشوف التماثيل، وإن تصميم المتحف بيتنافى مع التصميم الخطي اللي بتفرضه نظريات العمارة على تصميم المتاحف، واللي بيساعد على تلافي الازدحام بسبب الأفواج السياحية الزائرة للمكان.
وعلى الجانب الآخر المشيدين بالمتحف قالوا لا، ده ثورة في عالم تصميم المتاحف، وآن الأوان علشان النظريات دي تتغير. وده مش هيبان غير لما المتحف يشتغل، وهنشوف هل فعلا عدم احترام نظريات عمارة المتاحف هيكون له عواقبه، ولا فعلا المبنى ده هيعمل ثورة في عالم المتاحف. ربنا يستر. واحد من الباحثين كتب إن الإضاءة نفسها بتخلي بعض القاعات غامقة أو ساطعة بزيادة، فبدل ما تركز في القطعة عينك بتفضل تتنقل ما بين الظل والنور. مجلة ديزن في مقال لها عام 2021 بعنوان Too Big to Feel وصفت المبنى بأنه بيفتقد للأنسنة، اللي هو الشعور الإنساني بالفراغ أو السكيل الإنسان داخل الفراغ. وقالت إن المتحف ضخم لدرجة إن الإنسان بيختفي جواه بدل ما يحس بعظمة التاريخ والآثار المعروضة. وده مش إحساس جديد، نفس النقد اتقال عن متحف اللوفر في أبو ظبي ده في البداية، بس الفرق إن اللوفر استخدم المية والظل عشان يوازن الإحساس ده، أما المتحف المصري فحاول يلغي الإحساس ده باستخدام الحجر والضوء المباشر، فبقى جامد بصريا شوية. موقع أرك ديلي سنة 2022 قال اختيار الحجر الجيري المصري كان خطوة رمزية حلوة، لكن الواقع قال كلمته. الجو في الجيزة والرمل والرياح عملوا مشاكل في توحيد اللون والملمس، فبدل ما الواجهة تبان حية ومتدرجة زي المعابد القديمة بقت مسطحة ومكررة. نقاد كتير قالوا إن الواجهة فقدت العمق الظلالي اللي كان بيدي روح للمباني المصرية القديمة، يعني الشمس بتقع عليها بس ما بتحكيش قصة. وده بنلاحظه في جميع المعابد المصرية القديمة اللي كان الظل والنور بيلعب فيها دور عظيم جدا علشان يديها رهبة وهيبة. موقع لايتنج ديزاين جورنال سنة 2023 قال إن الإضاءة الطبيعية داخل المتحف حكاية لوحدها، في مناطق فيها ضوء قوي جدا بيضرب التماثيل، وفي مناطق تانية غامقة كأنها بتخبيها، وده خطر على بعض القطع الحساسة زي المنسوجات والمومياوات. النتيجة تجربة الزائر بقت غير متوازنة، ممكن قطع أثرية عظيمة تختفي في ظل جنب قطع عادية متسلطة عليها الشمس. في النهاية يا عزيزي المحترم، أحب أقول لك إن مشروع المتحف المصري الكبير هو مشروع جبار بلا شك، بس جواه صراع واضح. هل العمارة خادمة للتاريخ، ولا التاريخ بقى مجرد ديكور في عرض معماري؟ وهل المبنى فعلا ناجح معماريا، ولا ما يستاهلش الضجة الإعلامية اللي معمولة حواليه حاليا؟ يمكن الأيام والتاريخ هما اللي هيجاوبوا، بس لحد ما التاريخ ينطق هتفضل الأهرامات واقفة هناك بص على المتحف وبتضحك له بابتسامة غامضة وبتقول له أهلا يا حبيبي. خلي بالك، العظمة مش بضخامة المبنى، العظمة بالحكاية اللي ورا المبنى. سلام.